ايه ده انا خرجت ازاي وجيت هنا؟ يا زيكو ما انا عفريت، ما هو طبيعي يعني، ما انت عارف ان انا اعرف اعمل حاجات كتير. والله ما اعرف، لسه ما قريتش الكتالوج بتاعك، يا دوب لسه ماسح المصباح. ايه ده، انت كمان جبت المصباح معانا؟ كتالوج يا زيكو وانا طالع لك متسخن، وبعدين المصباح ده لازم يكون معاك عشان تحط جواه لا مؤاخذه ال3 زلطات. الا قول لي بقى انت اسمك ايه، وفهمني بقى حكاية الزلط ده، لاني بصراحة مستهيفك. وانت هتستهيفني اكتر لو قلت لك اسمي، بس ما علينا. انا اسمي زبرجت، عايش في الجبال تحت الاحجار الكريمه، وانا من الجن السيد. كل جن ليه حجر كريم عايش تحت منه، وفي جن خدم لا مؤاخذه دول بقى عايشين تحت الزلط. مفيش اي جن فينا يقدر يعيش غير تحت الحجر بتاعه، لكن حصل وفي 3 من الخدم سرقوا الحجر بتاعي، وبقيت طريد واتحكم عليا ان اتحبس في المصباح ده، ومش هقدر اخرج منه غير لما احبس فسفوس وننوس ومفقوس، ودول عايشين تحت 3 زلطات. لو حطيتهم في المصباح انا هقدر اخرج واروح بقى اعيش حياتي تحت الحجر بتاعي في التكييف، وهم هيبقوا مجبورين على الحبس في اي مصباح. يا عيني يا ابني، ده انت طلعت مطرود من بيتك وحالتك تصعب على الكافر. انا هساعدك، عارف ليه؟ ليه يا زيكو؟ عشان انا فاضي ما وريش حاجة، وعايز اي حاجة تبعدني عن مفيدة. الا قولي، انت ممكن تخليني اختفي واطلع كده قدامها؟ تختفي وتطلع بس كده؟ طبعا يا زيكو. حلو الموضوع ده. تعالى بقى الاول نطلع عينيها واخد جزء من حقي منها. يا مفيدة، ايه ده؟ انت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كأني سمعت صوت زيكو، مع اني حبسة من امبارح في الصندارة. اكيد نمت وانا قاعدة فحلمت بيه كابوس غريب. يا مفيدة، ايه ده؟ انت طلعت ازاي؟ وكنت فين؟ انت من هنا ورايح تسمعي كلامي، لاني بقيت ساحر واقدر اقلبك قرد. ولا لا، ده انا لو قلبتك قرد ابقى خدمتك كده. انا هقلبك حبل غسيل. ليه كده يا اخويا؟ ده انا مراتك حبيبتك. انت تسكتي خالص، من هنا ورايح اسمي ياسي زيكو. ياسي زيكو، وتعملي كل اللي اطلبه منك. انت فاهمة؟ فاهمة يا اخويا، فاهمة قوي، فاهمة بشكل واضح وصريح. ممكن يا سيزيكو طلب؟ لا، مش موافقلك على اي طلبات. معلش يا سيزيكو، انا هيغمى عليا. ده انت طلعت عفريت جميل، وهنعمل مع بعض احلى كلام يا بربر. انت بربر؟ الله يعرفك يا اخي، اسمي زبرجت، ولازم تحقق الطلبات. قدامك شهر والتارجت هيخلص، والا هخفيك من الوجود. لا، انا مش عارف اقول الاسم ده لحد ما نخلص المهمة المستحيلة دي. انا هسميك اقول لك حاجة كويسة، انا هسميك محسن اسهل. بقول لك ايه، تسميني محسن، تامر، علاء، اي حاجه بس نخلص، الله يبارك لك. يا أولاد الحقوني، جدكم بيطير ويختفي ويظهر. حبسته في الصندرة، طلع منها وقال لي لازم أسمع كلامه وإلا هيسخطني حبل غسيل. أنا لازم أسيب البيت وأهرب. ايه يا تيتا اللي بتقوليه ده؟ هو جدو زيكو بيعرف يعمل حاجة لوحده غير انه بياخد مننا العسلية؟ اهدي يا تيتا بس وفهميني، هو جده طلع سوبرمان؟ يعني انا ممكن اكون خارق انا كمان، اروح انط من البلكونة عشان تظهر قوتي؟ أنا غلطانة إني بكلم عيال. يا ربي أعمل إيه ولا أروح فين؟ أنا خلاص ما بقتش قادرة. انت يا مفيدة تعالي هنا. حاضر يا سيزيكو، روحي تاني يلا. اللي تؤمر بيه، المهم تبقى راضي عني. ولا اقولك روحي اعملي لي قهوة. لمين يا سيزيكو؟ ده انت ما بتحبش القهوة. ايوه، انا ما بحبهاش بس بحب اتعبك. يلا روحي يا محسن. انت هنا؟ ايوه يا عم، على اخر الزمن بقى اسمي محسن، موجود يابا، قول. بقولك ايه، انا عايز اجن غباشي كده زي ما جنيت مفيدة. تعالى يلا نروح. زيكو انت شكلك لعبي ولا اهبل ولا ايه حكايتك؟ بقولك ايه، مفيش وقت للكلام ده يا زيكو. لما تجيب اول زلطه ليك عندي اعمل لك اللي انت عايزه، متفقين؟ طيب، وانا اجيب اول زلطة منين دلوقتي بقى؟ ركز معايا واسمع، لان اول زلطه موجوده في زريبه قريبه من هنا. طب ما تيجي نختفي ونروح نجيبها ونيجي على طول، سهلة اهي. يا زيكو انا ضعيف وماليش اي قوه، لما بقرب من الزلط ده لازم يتحبس في المصباح عشان قوتي ترجع لي تاني،
فاهم كده؟ ما هو لازم نصعب الأحداث، تختفي وتظهر، لكن عند الزلط لا. ما يا عم تعالى نروح ونقفل الموضوع على كده ونخلص ونشوف حاجة تاني نعملها. يا زميلي عندي حساسية من الزلط والله، وبعدين ما انا لو اقدر اجيبها كنت رحت جبتها انا بنفسي. انا حتى لما انت تجيب الزلط وتيجي مش هقدر اقرب منه غير لما يتحط في المصباح. خلاص قول لي يا عم مكان الزريبة دي فين وانا اروح اجيبها وخلاص. انت عارف مكانها زيكو، زريبة عكوى الجزار. عكوة؟ يا لهوي.